السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير، ومكملين مع بعض سلسلة شغل ونواعم العيد. النهاردة هنعمل البيتيفور الفاخر الدايب جدا ده، اللهم بارك. طعم في منتهى الجمال والروعة والشكل ولا احلى من كده. وكمان هنعمله بمقادير بسيطة جدا وبكل سهولة وبساطة. بس ما تنسيش قبل ما تشوف الفيديو تعملي لي لايك، كمان اذا انتوا جداد اعملوا لي اشتراك او سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد من محتوى قناتي. اول حاجة عندي 750 جرام من الزبدة وتكون بدرجة حرارة المطبخ، وعندي 3 صفار بيض، ودول بيطلعوا معايا البيتيفور ناعم جدا ودايب. لو حابة البيتيفور بتاعك يكون مقرمش يبقى هتستخدمي الضغط كاملين. وعندي 200 جرام من السكر البودر، وكيلو من الدقيق، وفانيليا، وبيكنج باودر، وطبعا ذرة الملح. بأكد عليكي المكونات هتكون بدرجة حرارة المطبخ. في المرحلة دي ضفت ذرة بسيطة من الملح، قرصة كده صغيرة ما بين ايديكي، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ممسوحة. تمام كده. باكد عليكي اذا حابه البيتيفور بتاعك يكون مقرمش ما يكونش دايب قوي يبقى هتستخدمي البيض كامل. اما لو حابه البيتيفور يكون ناعم ودايب يبقى هتستخدمي الصفار بس. في المرحله دي حطيت الزبده بتاعتي عندي في بوله بالشكل ده، وهبتدي ان انا افكها كده بالمضرب بنفس الطريقه. لو احنا في الصيف يبقى هتستخدمي الزبده بتاعتك تكون خارجه من التلاجة، بس عشان احنا الجو لسه برد يبقى هنشتغل بالزبده بدرجه حراره المطبخ. زي ما اتفقنا ان انا بطحن السكر البودر في البيت، ما بجيبوش من بره لان بيكون فيه كمية كبيرة من النشا، وده مش مطلوب في وصفاتنا اللي بنشتغلها مع بعض. في المرحلة دي ابتديت اضرب الزبدة والسكر مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهفضل اخفق فيهم لحد اللون بتاعهم ما يفتح معايا والقوام يبقى كريمي جدا. شايفين المرحلة دي اللون ابتدى يغير معايا وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي دي المرحلة اللي انا عايزاها. في المرحلة دي هبتدي انزل بصفار البيض. زي ما اتفقنا دول صفار 3 بيضات. بالنسبة لو هتستخدمي البيض كامل يبقى هتنزلي بالبيض تدريجيا، مش هتنزلي بيه مرة واحدة زي ما عملنا في الصفار كده. انا عشان مستخدمة صفار البيض بس فنزلت بيهم مرة واحدة عادي جدا. لو هتستخدمي البيضة كاملة هتحطي البيض بتاعك تدريجيا، اول ما البيضة تختفي تنزلي باللي بعدها، وهكذا. في المرحلة دي مش هبالغ في الضرب، يدوب بس صفار البيض بتاعي يختلط مع الزبدة والسكر وهوقف ضرب. تمام كده. ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. في المرحله دي هبتدي الم اطراف البوله بتاعتي عشان اتاكد ان كل المكونات اختلطت تماما تماما مع بعضها. في المرحله دي الفرن بتاعي شغال على درجه حراره عاليه. بتشغلي الفرن قبل الشغل بوقت علشان ياخد معاكي درجه الحراره الكافيه ويكون حقق معاكي درجه الحراره المظبوطه. في المرحله دي ابتديت انزل بالدقيق بتاعي كده تدريجيا زي ما اتعودنا، طبعا لان انواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني. نزلت بنص كمية الدقيق وابتديت ألفهم كده بالمضرب بالشكل ده. بضرب طبعا على أهدى سرعة علشان الدقيق بتاعي ما يبهدلش معايا الدنيا بالشكل ده. وهنا نزلت بباقي كمية الدقيق. طبعا أنا واثقة جدا في نوع الدقيق اللي أنا بستخدمه، بس ده عشان حضرتك لو بتستخدمي أي نوع يبقى لازم تعملي الخطوة دي. تمام كده. بعد ما خلطتهم كده مع بعض بالشكل ده أنا مش هزود في الضرب قوي، يدوب بس المكونات تندمج مع بعضها كده. في المرحلة دي هشيل المضرب وهبتدي ان انا الم العجينة بايديا بالشكل ده. طبعا احنا عارفين ان البسكوتات ما بتتعجنش، يدوب بس بنلمها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قوام العجينة بيكون ملزق قوي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتحسوها ملزقة جدا شبه عجينة بسكوت الزبدة اللي عملناها، بتكون نفس التلزيقة اللي موجودة فيها بالشكل ده. تمام كده. في المرحلة دي هقسم العجينة بتاعتي على نصين. هسيب عندي نص فانيليا والنص التاني هضيف لي معلقتين كبار من الكاكاو الأسباني الخام الغير محلى، وهنخلهم كده بالشكل ده علشان ما يكونش فيه أي تكتلات من الكاكاو بالشكل ده. لو وصلت معايا لحد هنا ياريت ما تنسينيش بلايك وسبسكرايب للقناة علشان أستمر معاكم بنشر كل جديد. هبتدي أخلط العجينة بتاعتي مع الكاكاو بالشكل ده لحد لما تمتزج مع بعضها بنفس الطريقة. البيتيفور يا جماعة سهل جدا وبسيط،
لو هتشتغلي بمكنة البيتيفور يبقى هتضيفي معلقتين من الدقيق علشان تبقى سهلة انها تنزل معاكي من مكنة البيتيفور. ده شكل التيب اللي انا استخدمته. جبت عندي كيس حلواني وابتديت اخد كمية من العجينة بتاعة البيتيفور بالشكل ده. زي ما قلتلك لو هتستخدمي مكنة البيتيفور يبقى هنضيف معلقتين 3 من الدقيق علشان العجينة تكون سهلة معانا انها تنزل من مكنة البيتيفور. في المرحلة دي انا مش باخد كل كمية العجين قدام في الكيس بتاعي، لا باخد يدوب على قد مسكة ايدي علشان الكيس لا قدر الله ما يتقطعش معايا. مش بدهن الصاج اي مادة دهنية، لازم بكل التكات اللي بقولكوا عليها دي هتوصلوا لنتيجة مرضية جدا ان شاء الله. شايفين بقى ببتدي اشكل العجينة بتاعتي بالكيس بالشكل ده، ببدأ اضخ العجينة وبتنزل معايا بكل سهولة وبساطة، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هشكل الصاج بتاعي كله بنفس الشكل. اللهم بارك، البيتيفور يا جماعة دايب جدا وبجد في منتهى الجمال والروعة، واحلى وانضف بكتير من اللي بتشتروه من افخم المحلات. صدقوني مفيش اي فرق، بل احلى وانضف بكتير وبكل سهولة في البيت من غير اي تعقيدات. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك الشكل تحفة جدا والطعم ولا اروع من كده. بشكل كل الصاج بتاعي بنفس الطريقة. نيجي للتسوية، بدخل البيتيفور بتاعي على درجة حرارة 200، يعني أنا بشغل الفرن على أعلى درجة حرارة، وأول ما باجي أدخل البيتيفور بنزل بدرجة الحرارة ل200 وبسوي البيتيفور بتاعي في درجة حرارة 200. بياخد معاكي من 10 دقايق ل 12 دقيقة على حسب حرارة فرنك، مش أكتر من كده. البيتيفور ما بنفتحش عليه الشواية، يدوب بياخد معانا لون من الأرضية وبس كده. وده شكل الصاج بتاعي هدخله الفرن، وزي ما قلت لكم بياخد معاكي من 10 دقايق ل 12 دقيقة وبيكون جاهز معانا. نيجي بقى البيتيفور الشوكولاتة، بحط كام واحدة كده من بيتيفور الفانيليا في نص الصاج علشان اختبر التسوية، لان طبعا احنا عارفين بيتيفور الشوكولاتة بيكون لونه غامق فما بنبقاش عارفين اذا كان استوى ولا لا. بشكل الصاج بتاعي بنفس الشكل. اللهم بارك، العجينة تحفة يا جماعة وسهلة جدا وسلسة ومبتاخدش معاكي اي وقت في التشكيل. لو حسيتي ان في اي واحدة مش مظبوطة ببتدي اشيلها عادي خالص وببدأ اشكلها تاني، مفيش اي مشكلة. كمان البيتيفور بتاعي زي ما بيدخل زي ما بيخرج، ما بيفرش معانا قوي ولا اي حاجة، ممكن يفرش منك سيكة بسيطة بس بيحافظ على شكله. وطبعا ده بيرجع لتحكمك في حجم البيتيفور بتاعك. حاولي على قدر الامكان تكون حجم البيتيفورية كلها قد بعضها كمان علشان التسوية. تمام كده. شايفين بقى اللهم بارك شكله تحفة جدا. وده بيكون الشكل. هدخلهم بقى عندي الفرن. اللهم بارك، ده شكل البيتيفور بتاعنا تحفة بجد يا جماعة. اخد معانا لون تحفة زي ما انتوا شايفين، البيتيفور ما بياخدش اي لون من الوش خالص. كمان البيتيفوراية دايبة جدا، اللهم بارك مفيش اطعم من كده. الطعم بجد رهيب حرفيا ويستحق التجربة. شايفين اللون؟ بجد البيتيفوراية مش مستحملة، دايبة دوبان يا جماعة، وطعمها في منتهى الروعة والجمال. هنا جبت عندي باكت من شوكولاتة، أنا بستخدم سما، سيحتها على حمام بخار مع معلقة من الزيت. وكمان سيحت عندي شوكولاتة بيضة، وللتزيين عندي فستق مجروش وجوز هند وسبرينكلز مشكل. بحاول اخد كل بيتفورتين يكونوا على قد بعض بالشكل ده، بقيسهم كده بنفس الحجم وبلزقهم كده من النص بالشوكولاتة زي ما احنا شايفين. لو حابة تلزقي البيتيفور بمربى مفيش أي مشكلة، بس عايزة أقول لكم المربى يا جماعة بتطري البيتيفور معاكي وما بتكونش حلوة خالص بالمرة. بلزق كده بالشوكولاتة وبغطسها كده نص البيتيفوراية في الشوكولاتة، وبنزل بيها في السبرينكلز أو المكسرات اللي انتي عايزاها زي ما انتي حابة. باجي برضو على الشوكولاتة وببتدي أغرقها كلها شوكولاتة كده وبصفيها بالشوكة علشان تنزل الشوكولاتة الزيادة اللي موجودة فيها. وعايزه اقول لكم دي من احب البيتيفورات لقلبي. البيتيفور اللي بيكون غرقان شوكولاته ده طعمه بيكون تحفه جدا، وعشاق الشوكولاته بيحبوا البيتيفور يكون غرقان كده شوكولاته من بره ومن جوه. برضو بصفيها كده وببتدي اديها رشه من الفستق المجروش بالشكل ده وبتكون تحفه جدا. بخرجها وبحطها على كيس تلاجة لحد لما الشوكولاته تتماسك معايا
واقدر ان انا احركها بكل سهولة. برضو هنا بضيف نص البيتيفوراية في الشوكولاتة وبحطها في المكسرات. وهنا برضو في الشوكولاتة البيضة بعمل نفس الخطوة، بغرق نصها برضو في الشوكولاتة وبنزل في جوز الهند. ودي طبعا بتكون شبيه جدا للرافاييلو وطعمها بيكون رائع يا جماعة حرفيا. وهنا برضو غرقت كام واحدة كده برضو في الشوكولاتة البيضة، وببتدي برضو أخبطها خبطتين كده بالشوكة علشان تنزل الشوكولاتة الزيادة اللي موجودة. وبرضو بضيف عليها فستق بالشكل ده، وبتكون تحفة جدا، أحلى بكتير من بتفور المحلات. صدقوني الطعم تحفة جدا، وبجد ينافس أفخم محلات الحلوانية، لأن بجد مفيش أي فرق، بل أحلى بكتير طبعا، مفيش أحلى من الحاجة البيتي. برضو بزين هنا بالفستق بالشكل ده. وهنا برضو هكمل كل الكمية بنفس الطريقة لحد لما اخلص الكمية بتاعتي. كمان لو مش حابة تزيني البيتيفور بتاعك بتشيليه في علبة محكمة الغلق وبتزينيه وقت ما انت عايزة، وبيكون معاكي تحفة جدا وبيفضل مقرمش لفترة طويلة. وبكده يكون ده شكل البيتيفور النهائي بتاعنا. اللهم بارك، شكله تحفة جدا ورائع يا جماعة حرفيا. أتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله. أستودعكم الله، سلام عليكم.